ما حكم سب الدين والرب في الإسلام؟ يعني هذا من الأمور المنكرات التي بدأت تظهر في يعني المسلمين بكثرة في يعني السنين الماضية. نحن نسمع من المسلمين أن يسب الله عز وجل ويسب رسوله ويسب دين الله عز وجل، ويعني بطريقة عجيبة يعني. فسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هذا السؤال، فأجاب: سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات، وهكذا سب المولى عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أمور يعني من نواقض الإسلام ومن أسباب الردة عن الإسلام. فإذا كان من سب رب سبحانه وتعالى وسب الدين ينتسب للإسلام، فإنه يكون مرتدا بذلك عن الإسلام ويكون كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية. يعني الشيخ رحمة الله عليه حكم بردته، ويعني هذا ليس يعني غرض بنا ان احنا نقول بأن سب الدين مرتد أو نفرح. المولى عز وجل يعني طلب منا ان نحن نفرح في حالة واحدة، في حالة دخول الإسلام: رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ولكن يعني نحن ننبه على مثل هذه الأمور حتى يعني لا يعني يتمادى الناس في قضية سب الدين، وحتى إن لما واحد يسمع ان واحد هناك قد سب دين الله عز وجل يجي عليه وينصحه ويبين له ان هذا امر خطير يجب عليه يعني ايه ان هو يبين له. يعني مثلا دلوقتي لا يوجد إقامة حجة ولا في استتابة ولا في محاكم شرعية، فلو مات على ذلك والله لهلك.